السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج المنتدى مع عمار وزين، وحلقة خاصة لأنه اليوم أنا وعمار حنكون مع رابطة نادي الأهلي المصري في السعودية ولأول مرة وتجربة جديدة علينا في إياب الأهلي المصري والترجي. طبعا المباراة كانت شبه محسومة أساسا من الذهاب بالضبط، لذلك مباراة الإياب يعني حتكون أسهل على الأهلي، والفوز إن شاء الله حيكون حليف الأهلي. توقعاتي أيوة لسه بدخلها في التوقعات أنا. مباراة واقعية، الأهلي حيسيرها لنهايتها ويعني تنتهي 2-0 زي كذا. هي المباراة 1-0 2-0، يعني عارف الأهلي داخل إنه أنا مرتاح ومروق، أنا جاي اليوم ألعب على الهادي، ومو إني أنا أخسر لعيبة أو مثلا حمدي فتحي عنده كرت إن أنا خاطر بيه اليوم مثلا أو شيء. عارف الفريق حيدخل كده رايق وهادي، عكس الترجي الترجي أنا أتوقع يعني أفضل سيناريو للترجي إنه يخرج بالتعادل. طيب يعني لحفظ ما الوجه عارف. طيب يا جماعة الخير، في نقطة مهمة نبغى نقول لكم عليها. احنا سوينا حساب في الفيسبوك، هنحط لكم تحت في الديسكريبشن الرابط حق الحساب، وحطينا ترى قبل كده موجود عندنا في المنتدى في نفس اليوتيوب، فأتمنى منكم اللي ما ضافنا يضيفنا فيه، ونبغى منكم اليوم تقول لنا ايش رأيكم في الحلقة، كيف حيكون الأوضاع بالنسبة وجودنا في الرابطة، الصوت حيكون فارق معاكم مرة كثير، ترى حيكون يعني ناس أنا كثير برجع لنقطة الفيسبوك على فكرة. صفحة الفيسبوك اللي طالبنا بيها جمهور الأهلي، يعني هذه الصفحة سويناها عشانكم بالضبط. طيب نبغى رأيكم يا جماعة الخير في الموضوع ده، ولو ناسبتكم الحلقة وعجبكم الأجواء وعجبكم المكان عشان نصور هناك النهائي ونصور حلقة خاصة بمقابلة الجماهير ودنيا أهم شيء فجروا لايكات وشير وسبسكرايب. يعني أبغى أشوف إحنا الآن كم؟ 53,000. الأهلاوية قدها، نبغى نوصل 60. الله أكبر الله أكبر. طيب يا جماعة الخير، نبقى إحنا ما قد وصلنا ترند، إحنا نبغى نوصل ترند بالأهلي المصري والجماهيرنا وحبايبنا الأهلي المصري، حيكون في مفاجأة لكم. لو وصلنا ترند حيكون في مفاجأة للأهلي المصري. طيب يا جماعة الخير، أنا تشوقت. طيب يا جماعة الخير، أهم شيء أنتم ما تنسون لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيهات، تشوفوا فيديوهات فاتنا وتوظفونا في وسائل التواصل الاجتماعي، عشان حالا بالا نبغى نروح على الرابطة والشوط الأول. يلا بينا. يا سلام هذا لو سجلت كان انتهت المباراة من بدايتها. عالمي والله عالمي، كان عارف قتل لك اي رومنتادا عارف. اضرب يا كهرباء الى الان يا عمار من حسب يتقدم كرسيتاو توقع ينتظر ياسين رياح والعافية ترسل. التغطية كانت كرسيتاو في نقلة ياسين، كرة ممتازة يا معلم. مروان صح؟ تاو ما في اوفسايد، اقسم بالله تاو اعطاله كوره من حقت مدرب. اي والله. لا حتى حطه صراحة، حتى حطه مثالية. المهم انه جماعة مسلمين عمار على الأربعة هذيك، يعني خلاص انا وشوية يا جماعة الخير، انا واحد منكم. هذه حتبقى وصمة عار ليوم الدين لين ما تردوها. لا انا تمام اموري طيب عادي حبايبنا. خش يا شبحان. لا بلنتي والله. يا ملك السلام يا الله. يا اجل حرام عليك. كان موجود على حسين الشحات، لكن عينك على علي ورب رجال. لا
ياسر ابراهيم شايل اغلاط كثير في الدفاع. اخيرا لكن كرة صدمت اول هنا يا عيني عليك هذا وصل جول مره. طيب يا عمار الان خلاص باقي دقيقتين تقريبا نخلص الشوط الاول. ايش رايك انت في الشوط الاول؟ انا راح اعطيك باختصار. بالنسبه لي انا اشوف ان الاهلي سير الشوط الاول زي ما يبغى. افضل سيناريو انك تسجل. دقيقه حيشوت. ايوه تفضل. افضل سيناريو انك تسجل في وقت بدري زي ده. الدفاعات انت ماسك دفاع صح، بتلعب واقعيه مطلوبه. انت اساسا فايز 3-0 في الذهاب، مو مطلوب انك تقاتل هجوميا، المطلوب انك تسير المباراه الى ما تنتهي. صوت عقلاني جدا شوف من النادي الاهلي بصراحه. الاهلي زي ما قال وسيم سير مباراه، ما نبغى نكرر اللي قاله وسيم، ولكن كلمه شكر صراحه لاكثر من لاعب. اولهم ياسر ابراهيم، ثانيهم بيرسي تاو والشحات وكهرباء. قدموا اداء خرافي في الشوط الاول. كمان كلمه شكر لاحد، وكلمه شكر لكل من سوى لايك وشير وسبسكرايب. لحظه وسيم، الرابطه اللي احنا موجودين فيها اقسم بالله وقفوا معنا وقفه احنا ما راح ننساها. هذه كلمه شكر كبيره لهم حرفيا ما قصروا معانا، وشباب زي العسل، الله يعطيهم الصحه والعافيه. يا جماعه اول مره احس ان كده وسط الجماهير فعلا. اليوم نحس انه احنا ناس منكم للامانه، ناس من يعني الفريق الكبير الاهلي ده. شيء مو طبيعي بصراحه، الشعور والمكان حاجه غير عاديه. وبعدين الاهلي ايش يبغى يعني يا جماعه الخير؟ يعني فايزين 3 في الذهاب وتجي تعلموا كمان في الاياب، هذه مو طبيعي. لا يا شيخ. صراحه تغطيه ممتازه. مين اللي ياسر صح؟ والله ياسر ابراهيم معلم اقسم بالله. بقول لك غطى. لا هذا لا ياسر ابراهيم اللي غطاه، مو هاني اللي غلط. بدأوا يطلعوا من ملعبهم الترجي، شايف؟ بدأ يصير الضغط عالي شويه. هذا اللي يبغاه الاهلي، شايف؟ هذا اللي يبغاه. بدأ يطلع من ملعبهم الترجي عالي. لكن انت كنادي الترجي حاول على الاقل تخرج بتعادل من اليوم. هذا اللي تعتبر فعلا حبس ما وجه. ما حيقدر والله، ما حيقدر والله، ما حيقدر. هذا الثاني مرة يا اخي 2. والله كان حرام عليك يا هاني. ما تعدي دقيقة 70 الا فيها الهدف الثاني. يا عم شوف هنا في 2 برا، واقف معاه كهرباء وواقف معاه مروان. شوف لا والله هو يعرضها كذا ويعرضها صح. عيل اعمى يا عم. القريب صح يا ابويا. شحات وكهرباء برا واقفين، ايش يسووا؟ لا بس لو اديتها صح للقريب جول. شوف انا ولا صح. بدلا من حبيبي الله يسعدك والله كله تمام على العالي. رئيس البورسعيدي التغيير الاول في هذا اللقاء. التغيير الاول يا واصل. يلا يا راجل شوت يا شيخ. حلوة عرض تأتي باتجاه الكهرباء، لكن أخيرا بكرة الهدف الوحيد في هذا اللقاء حتى الآن. حسين الشحات فرحت جماهير الأهلي. خد بالك يا ابراهيم. كرة منقولة في الطرف أيضا في وسط الميدان لمصلحة النادي. يا اخي خلي يا لعيب يا لعيب يا رجل والله حرام عليك. عبد القادر حنكشه. والله حرام عليه. يعني ايش يبغى اكثر من كذا؟ دلع ادوله كوره قطوه على قولهم. حلوه يا الله السلام عليكم. دوري ابطال مصلحة النادي الاهلي. يلا خذوا معاك يا كهرباء. مقبول
طيب يا جماعة، خلصت المباراة وكان صراحة ليلة ممتعة أقسم مع بالله. الشباب الحلوين. شوف المباراة سيم. صراحة المباراة ما استمتعت فيها كثير. المباراة كان الأهلي رايقة. زي ما توقعنا، الأهلي حيكون رايقة. مسيرها بطريقة معينة، وانتهت بفوز الأهلي 1-0. لكن الأجواء كانت جميلة صراحة. ترى شوف، انا ابغى اتكلم، اقسم بالله في ناس احب كده اشكرها يعني بالخصوصيه، منهم صحيح. الاستاذ محمود البنهاوي ما قصر معانا، حبيبنا محمد النجار، وفي اثنين شباب كانوا ورانا، فيصل، وفي واحد انا اسميه احمد عبد القادر، انا شايف اسمه احمد عبد القادر، ماني شايف غير احمد عبد القادر. طيب صراحه حطونا فوق الراس، عملوا معانا واجب صراحة مو من جد عادي. شكر كبير من القلب لهم صراحة. بالضبط. يعني ما قصروا ما قصروا معانا، وحسسونا انه احنا منهم. وحتى القهوه اللي كنا فيها، اللي فيها الرابطه اسمها سلطنه جده، صراحه كانت شيء يعني كانك في القاهره. انا حسيت نفسي بصراحه بكل امانه ان انا موجود في القاهره وقاعد اشجع وسط المصريين، وسط هذا، حسيت ان انا واحد منكم حقيقي اليوم فعلا. حسيت ان واحد من شوف الاهلي. ان شاء الله رسميا نهائي دوري الابطال هنا باذن الله، والله يحتاج. باذن الله، كلام كبير جبار. طيب يا جماعه الخير، احنا هنا وصلنا نهايه الحلقه، اتمنى منكم ما تنسوا اللايك وشير سبسكرايب وتفعيل جرس التنبيهات، وتشوفوا فيديوهات ما تفضلون في ساعه معي عشان حالنا ونسيم بقول لكم سلام.